راح أسوي معاكم اليوم أتشار التريني على الطريقة الهندية. اللي يحب الفلفل راح يحب هالوصفة. راح نسلق الثوم مع الفلفل ونستخرج لب الثمرة فقط، لا قشرها ولا اللي حواليها ما نحتاجه. وبعدها نسلق لب الثمرة بالماء الحار لمدة 10 دقائق مو أكثر، وبعدها نصفيه نهائيا من الماء، ونقطع الثوم مع الفلفل. لازم نقشره طبعا من القشر أول، ونقطعه بهالشكل مثل ما انتم شايفين. راح نحتاج مجموعة من البهارات اللي هي كاري وكركم وكزبرة وملح وفلفل أحمر. كل المكونات راح أكتبها لكم. نخلط كل هذا مع بعض، ونضيف له الملح، ونضيف ملعقة وسط من كل البهارات اللي ذكرناهم، اللي هي الكركم والفلفل والكاري والكزبرة الناشفة، بالإضافة إلى حوالي نص كوب من الخل. ضروري الخل يا جماعة. نخلطهم ونضيف لهم الخل. بعدها بمقلة نسخن زيت نباتي، ونحط عليه حبوب الخردل مثل ما انتم شايفين اللي هو الماستر سيد، وعليها ورق كاري وملعقة من بودرة الحلتيت، وهذه موجودة عند أغلب المحلات الهندية. نخلطهم مع بعض ونضيفهم لخلطة الأتشار اللي سويناها، وكذي يصير عندنا أحلى أتشار هندي. نعقم القراش ونعبيهم. راح تذوقون أتشار هندي صح بالعافية.